أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده نقدم حل الامتحان الهندسة لمحافظة بني سويف الترم الأول يناير 2024. ونترككم مع حل الامتحان الأستاذ محمد عبد الحليم. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بعمل سبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة بتشوفني، وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير ليصل لأكبر عدد من الطلاب. والآن نترككم مع الامتحان. إجابة السؤال الأول نمرة 1 اللي هو الاختياري، بيقول لي إذا كانت جتا س تساوي جذر 3 على 2، إيه الزاوية اللي جيب التمام بتاعها أو الجتا بتاعها بجذر 3 على 2؟ معروف إن هي الزاوية 30. يبقى جتا س تساوي جذر 3 على 2، إذا س تساوي 30. يبقى الاختيار بتاعي هو 30. طيب إذا كان أ ب يوازي ج د وكان م أ ب يساوي 2 على 3، بيقول فإن م ج د، طبعا لما يكون الخطين المستقيمين متوازيين يبقى م الأولاني يساوي م الثاني، يبقى طالما م أ ب 2 على 3 يبقى إذا م ج د يساوي برضو 2 على 3. بما إنهم متوازيان إذا الميلين متساويين. طيب 3 بيقول لي بعد النقطة سالب 5 و3 عن محور الصادات. طبعا النقطة سالب 5 و3 بالنظر كده بتبعد عن محور الصادات مقدار 5 وحدات. انها سالب 5 انت بتمشي على السيني سالب 5، يبقى انت بتبعد عن الصادي 5 وحدات. يبقى الإجابة هي 5. بعد النقطة سالب 5 و3 عن محور الصادات هيكون 5 وحدات طول. نمرة 4 في المثلث أ ب ج، إذا كان أ ج تربيع أصغر من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع فإن زاوية ب تكون حادة طالما مربع ضلع. بما أن أ ج تربيع يساوي أصغر من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، إذا لازم تكون قياس زاوية ب تكون إيه؟ حادة طالما مربع ضلع أصغر من مجموع مربعين الضلعين التانيين. نمرة 5 بيقول لي أ ب ج متوازي أضلاع، قياس زاوية أ يساوي 80. بما إن ج تساوي، طبعا في المسائل اللي زي دي يستحب إن أنا أرسم متوازي أضلاع كده عشان ما أغلطش فيها. هذه متوازي أضلاع أهو، وبعدين ادي أ ب ج د. أ ب 80 يبقى المقابل لها على طول ج، يبقى ج برضه ب 80. يبقى إذا قياس زاوية ج برضه هتساوي 80 درجة، لأن معروف إن في متوازي الأضلاع إن كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. النقطة 6 إذا كان طول ضلعين في مثلث 5 سم و9 سم فإن طول الضلع الثالث يمكن أن يساوي. طبعا طول الضلع الثالث لازم يحقق متباينة المثلث. متباينة المثلث بتقول إن مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. لو إحنا اخترنا الثلاثة هيبقى 3 و5 8 أصغر من 9، يبقى الثلاثة مش هتنفع. لو اخترنا الأربعة يبقى 4 و5 9 هيساوي الضلع الثالث، يبقى برضه مش هتنفع. لو اخترنا 14 5 و9 14 هيساوي الضلع الثالث، برضه مش هتنفع. يبقى الإجابة الصح هي 8. تمام. إجابة السؤال الثاني نمرة أ. طيب بيقول لي بين نوع المثلث الذي رؤوسه أ كذا وب كذا وج كذا بالنسبة لأطوال أضلاعه. طبعا لازم أجيب طول كل ضلع منهم، وبعدين أشوف هل هو متساوي الأضلاع، هل هو مختلف الأضلاع، هل هو متساوي الساقين. مش هيبين لي كده إلا البعد. هجيب بعد أ ب في الأول، أدي أ ب بقانون البعد الجذر التربيعي لسالب 1 سالب 4 الكل تربيع زائد 3 سالب 2 الكل برضو تربيع، يبقى يساوي الجذر التربيعي سالب 1 سالب 4 هيديني سالب 5 الكل تربيع زائد دول طبعا الناقصين دول هيدوني موجب، يبقى دي 5 تربيع برضو، يبقى هيساوي جذر التربيعي ل25 زائد 25 هيساوي الجذر التربيعي ل50. ده أول حاجة.
تاني حاجة أجيب ب ج. ب ج هيساوي برضو أطبق نفس القانون. أدي هقول 5 ناقص 1 كل تربيع زائد 4 ناقص 3 الكل تربيع يساوي 5 ناقص 1 يعني 5 زائد 1 يعني 6. ادي 6 تربيع زائد 4 ناقص 3 ب1 يبقى 1 كام تربيع؟ يبقى هيساوي 6 تربيع ب36 و1 تربيع ب1 يبقى الجذر التربيعي ل37. نجيب أ ج يبقى هيساوي الجذر التربيعي ل 5 ناقص 4 الكل تربيع زائد 4 ناقص 2 الكل تربيع هيساوي 1 تربيع زائد 6 تربيع الجذر يبقى هيساوي جذر 37 برضو. طيب يبقى أنا عندي ضلع جذر 37، ضلع تاني جذر 37، وضلع جذر 50. يبقى إذا المثلث ده هيكون إيه؟ متساوي الساقين. متساوي. أقول بما أن أ ج يساوي ب ج يساوي جذر 37، إذا المثلث متساوي الساقين. طيب يقول لي إذا كان ذا س نمرة ب. السؤال الثاني نمرة ب بيقول لي إذا كان ذا س ناقص 4 جتا 60 جا 30 يساوي 0 أوجد قيمة س. طيب يبقى أنا هعمل المتساوية دي، هقول إن ذا س هتساوي 4 جتا 60 جا 30. خلاص كده. يبقى ذا س هتساوي 4 جتا 60 بكام؟ جتا 60 بنص، يبقى 4 في نص. جا 30 برضو بنص، يبقى أكنها 4 في نص بربع. 4 في ربع بواحد صحيح. طيب إذا كان ذا بما أن ذا س يساوي 1، إيه الزاوية اللي ظلها ب1؟ إذا قياس زاوية س يساوي 45 درجة. السؤال الثالث إجابة، طبعا يستحب إنه كل سؤال يكون في صفحة، وكده كده الورق بيفيد ويزيد. إجابة السؤال الثالث نمرة أ بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. طبعا المفروض إن أنا أرسم المثلث عشان أقدر أجيب النسب المثلثية اللي هو طالبها مني. أدي مثلث أهو، أ ب ج. أدي بيقول لي أ ب يساوي 6، أدي 6 سنتي، وهو قائم الزاوية ب، وب ج يساوي 8 سنتي. بيقول لي أوجد قيمة جتا أ جتا ج ناقص جا أ جا ج، ويحسب قياس زاوية ج. طيب قبل ما أجيب النسب دي لازم أقول أحسب أ ج. أقول من نظرية فيثاغورس أ ج هيساوي الجذر التربيعي ل أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، يبقى هيساوي الجذر التربيعي ل6 تربيع زائد 8 تربيع يساوي جذر 36 زائد 64، يعني جذر 100 اللي هو ب10 سنتي. يبقى إذا طلع لي أ ج بكام؟ ب10 سنتي من فيثاغورس. طيب أبدأ أعوض، أجيب النسب المثلثية. جتا أ جتا يبقى المجاور على الوتر، جتا أ تساوي 6/10. طيب إيه تاني؟ جتا ج برضو بيساوي 8/10. طيب جا أ 8/10 ناقص جتا جا ج برضو 6/10. يبقى أنا هضرب جتا أ في جتا ج وأطرح منهم جا أ جا ج، يبقى هقول جتا أ جتا
ج ناقص ج ألف ج ج هيساوي 6/10 في 8/10 ناقص 8/10 في 6/10 يبقى هيساوي 48/100 ناقص 48/100 يبقى المقدار هيساوي 0. السؤال الثالث اللي هو بيقول لي احسب قياس زاوية ج. طبعا هجيبها عن طريق الآلة الحاسبة العلمية عن طريق الجا أو الجتا لزاوية ج. هضرب شيفت كوزين ج شيفت كوزين واكتب 8/10 هيطلع لي قياس الزاوية على طول. السؤال الثالث ب أوجد ميل الخط المستقيم الذي معادلته ص ناقص 2/س يساوي نص. طيب عشان أتخلص من السين اللي هي في المقام أقول ص ناقص 2/س هيساوي نص. أقول بالضرب في س، أضرب هنا في س وأضرب هنا في س. طيب يبقى لو ضربت الأولاني في س هيطلع لي السين اللي تحت، يبقى هيفضل لي كام؟ ص ناقص 2. ص ناقص 2 هيساوي نص س. طيب هو عايز إيه؟ عاوز الميل. طيب أحط المعادلة في الصورة اللي احنا متعودين عليها، يبقى إذا ص هتساوي نص س زائد 2. طيب يبقى الميل هنا طالما المعادلة في الصورة دي، إذا الميل يساوي معامل س اللي هو يساوي نص، يبقى الميل بنص. طب الجزء المقطوع، الجزء المقطوع من الاتجاه الموجب لمحور الصادات يساوي 2. كده انتهى السؤال الثالث. السؤال الرابع نمرة أ بيقول لي إيه؟ اثبت أن جا تربيع 45 يساوي 2 جتا تربيع 30 ناقص 1. هقول هنا في نمرة أ الطرف الأيمن جا تربيع 45 معروف إن جا 45 1 على جذر 2، يبقى لما نربعها هتديني 1 على 2 يعني نص. طيب الطرف الأيسر هيساوي 2 جا تربيع 30 2 جتا تربيع 30 ناقص 1، يعني 2 في جتا 30 بكام؟ بجذر 3 على 2، يبقى 2 في جذر 3 على 2 الكل تربيع، والكل ده ناقص ايه؟ 1، يبقى 2 مضروبة في 3 على 4 ناقص 1 على 2 مضروبة اهي على 2 في 1 وعلى 2 في 2، يبقى دي أكنها 3 على 2 ناقص 1، يعني 1 ونص ناقص 1، يعني هيديني كام؟ هيديني نص. يبقى الطرف الأيمن، يبقى أقول إذن الطرفان متساويان. طرفان متساويان. نيجي السؤال رقم ب، بيقول لي أوجد معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة 3 وسالب 5 ويوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45. طبعا طالما قال لي يوازي مستقيم يبقى إذن ميله يساوي ميل المستقيم وزاوية، يعني ظل الزاوية 45. أقول له ظا 45 يساوي 1، يبقى المعادلة إذا المعادلة هتكون بالصورة دي، هنقول ص تساوي 1 س، يعني س زائد ج، اللي هو المفروض أجيب ج دي عشان تكمل المعادلة اللي عندي. طيب هو بيقول لي المستقيم بيمر بالنقطة 3 وسالب 5، يبقى أقول بما أن المستقيم يمر بالنقطة 3 وسالب 5، إذن فهي تحقق معادلته. يبقى بالتعويض نعوض عن السين بالتلاتة والصاد بسالب 5، يعني نحوش السين ونحط 3 ونحوش الصاد ونحط سالب 5. تعالوا نعوض، يبقى الصاد مكانها سالب 5، يبقى سالب 5 هتساوي 3 زائد ج. طيب
نخلي الجيم مكانها وننقل التلاتة هنا بالسالب، يبقى إذا جيم هتساوي سالب 8. سالب 8. يبقى المعادلة هتساوي صاد هتساوي س ناقص 8. هي دي معادلة الخط المستقيم اللي هو عاوزها منه. الخامس نمرة ألف بيقول لي إذا كانت جيم اللي هي 4 وصاد هي منتصف ألف ب، حيث ألف 6 و5 وب س و3، أوجد قيمة س زائد صاد. طيب يبقى دي من قانون نقطة منتصف القطعة المستقيمة. هقول 4 وصاد هتساوي 6 زائد س على 2 و5 زائد 3 على 2. يبقى إذن 4 هتساوي 6 زائد س على 2. طب دي نسبة، يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى إذن 6 زائد س هتساوي 2 في 4 يعني هتساوي 8. يبقى على طول س تساوي كام؟ 2. ادي اول مطلوب. بعدين عندي هنجيب بقى الصاد. صاد هنساوي الاحداث الاول بالاول هنا والاحداث الثاني هنا بالثاني هنا. يبقى هتساوي 5 زائد 3 على 2 يعني 8 على 2 يعني الصاد هتطلع بكام؟ ب4. يبقى صاد هتساوي 4. طيب يبقى إذا س هو عايز س زائد صاد. س زائد صاد هتساوي 2 زائد 4 يساوي 6. ده السؤال الخامس نمرة ألف. بيقول لي السؤال الخامس نمرة ب بيقول لي اثبت أن المستقيم المر بالنقطتين سالب 2 و5 أو سالب 2 و4 عمودين على المستقيم المر بالنقطتين 2 و3 و5 و3. طبعا عشان المستقيم يكون عمود على مستقيم لازم حاصل ضرب الميلين يساوي سالب 1. يبقى هقول ميل الأول، ميل المستقيم دي نمرة ب. ميل المستقيم الأول يساوي، نجيب الميل بقانون الميل، هقول صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. يبقى هيساوي نعوض على طول 4 ناقص 1 4 ناقص 5 آسف على سالب 2 سالب 2 يعني موجب 2. طيب يبقى ده يساوي 1 على 0. يبقى الميل ده هو الميل غير معرف، وطالما الميل غير معرف إذا المستقيم يوازي محور الصادات. ميل غير معرف يبقى المستقيم يوازي محور الصادات. طيب ميل المستقيم الثاني يساوي 3 ناقص 3 على 5 ناقص 2 يساوي 0 على 3 يعني يساوي 0. طالما الميل بصفر يبقى إذن بما أن الميل يساوي 0 إذن المستقيم يوازي محور السينات. طيب واحد يوازي محور السينات وواحد يوازي محور الصادات، إذن المستقيم متعامدان ولا لا؟ يبقى بما أن الأول يوازي الصادات والثاني يوازي السينات، معروف ان السينات متعامدة على الصادات، إذن المستقيمان متعامدان. وكده يبقى خلص الامتحان.